السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم الممبار. انا جايباه، يعني ده كان بتاع الأضحية، فطبعا كان بيبقى انتوا عارفين بتاع الأضحية بيبقى الدهون فيه كتير جدا من جوه. بصراحة انا مش بحب الدهون دي، فيعني جوز الله يبارك له هو ايه، نضفولي خالص، شال لي كل الدهون اللي فيه تماما يعني. تمام. هبدأ ان انا بعمله ني في ني. في ناس بتعمله مسبك، يعني بتعمل الخلطة بتاعته متسبكة، يعني على البوتاجاز. لا، انا بعمل الممبار ني، كله ني في ني كده. بس بصراحة جميل يعني. انا ماما بتعمله كده من زمان واشوف ناس كتير بتعمله كده، فدي الطريقة المعتمدة بتاعتنا احنا في العيلة تقريبا. احنا بنعمله ني كده، ما بنعملهوش مطبوخ. يعني في ناس بتعمله مسبك. المهم، هنشوف اول حاجة هنعملها مع بعض ايه. طبعا الممبار بتاعنا غسلته كويس جدا جدا، بقى زي الفل معايا. هبدأ ان انا اجيب بصل، اقطعه، اعمله في الكبة كده، افرمه في الكبة. طبعا انا ما فرمتهوش قوي، انا عايزاه نص فرمة كده. وعندي فلفل بقى الوان، هو فلفل رومي بس احمر واخضر زي ما انتم شايفين كده اهو. ماشي. البصل قطعته، وادي الفلفل، البصل حطيته في الكبة فرمته. وطبعا هو كميات على قد الممبار اللي قدامك. يعني انا عملت مثلا بتاع كيلو ونص رز. انا شفت المقدار بتاعه، الخلطة اللي انا حطيتها عليه دي هي ده المقدار بتاعه. يعني هي مش بتبقى حاجة معينة يعني. انا حطيت بصل، يعني مثلا بتاع كيلو بصل او كيلو ونص بصل. حطيت طماطم قطعتها حتت صغيره كده. حطيت اللي هو الفلفل الالوان ده، بيديله طعم حلو قوي قوي وريحه كمان. طبعا لو عايزه فلفل حامي حطي، بس انا عشان طبعا الولاد ما بينفعش ان انا احط فلفل حامي خالص يعني. انا حطيت كل المكونات دي كلها على بعضيها، يعني انا ضربتها في الكبه. الفلفل والطماطم والفلفل والبصل والثوم. الفلفل والبصل ضربتهم في الكبة، والطماطم انا قطعتها حتت صغيرة. وطبعا هنا الرز بتاعي انا كنت غسلته ونقعته عليه طبعا، وحطيته عليه. ما بنقعش رز نهائي، انا مش بنقع رز، انا بغسله عادي وبحطه عليه. يعني كده انا حطيت كل المقادير على بعضيها، كل الحاجات على بعضيها، الطماطم والبصل والفلفل كله على بعضه. هنا هو انا احط بقى 2 مرقة دجاج، بتدي طعم ليه حلو قوي برضو. انا مش بستخدمها كتير، يعني انا بحبها في الاكل بصراحة، بس انا مش بستخدمها كتير يعني. المهم انا هحط 2 عليها. وابدا احط التوابل بتاعتي، التوابل، وهنحط عليها زيت. يبقى الخلطة بتاعتنا تاني عبارة عن بصل حتت صغيرة، طماطم حتت صغيرة، فلفل حتت صغيرة. حطينا الرز عليه، حطينا التوابل، ملح. دي توابل، دي بهارات، بهارات، توابل بهارات. وكمون وفلفل اسمر. تمام، كمون وفلفل اسمر وملح ومرقتين الدجاج. ودي التوابل، توابل عاديه، توابل اللحمه بس. وهنقلب كل ده، وده زيت زي ما انا قلت لكم اهو. الزيت عشان برضو بيسهل شويه في ان احنا نحشيه يبقى، وكمان يبقى فيه ماده دهنيه، لان انا كده كده زي ما قلت لكم انا مش حاطه فيه اي ماده دهنيه. هنبدأ ان احنا نقلب بقى كل ده على بعضه كده. طبعا المعلقة دي ما تنفعش معايا في شغل البيت بالذات، كده كده الحاجات بتاعتنا واحنا اللي هناكلها يعني، ولازم تبقى اكيد لازم تبقى نظيفة يعني. فطبعا كنت غاسله ايدي كويس جدا، وبدأت ان انا ايه، اقلب بقى الخلطة دي كلها على بعض كده. ما بحطهاش على النار نهائي خالص. كل الحاجات ني في ني. يعني انا كنت عند ناس ولقيتهم بصراحه عاملينه مسبك. كنت اول مره في حياتي بصراحه اعرف ان الممبار ممكن يتعمل مسبك، او ما صادفتش ان انا قابلت حد عمله مسبك قبل كده. بس انا كانوا الناس دي بصراحه يعني كانوا قالوا لي مثلا احشيه وكده، فلقيتهم ان هم عاملينه مسبك. حتى انا قلت لهم غريبه، ده انا ما بعملوش كده. قالوا لا، ده هو ما بيعملوش الا كده على طول. فهو كل واحد وليه طريقه. انا هنا لقيت الطماطم بتاعتي، لقيته اصلا ناقص سنه ملح، زودت له ملح. طبعا لازم ندوقه الاول. زودت له ملح، وكان عندي معلقه صلصه كده، هو انا رحت حطها عليه. وهنبدا نحشي كده الممبار بتاعنا مع بعض، وهنقطعه طبعا ايه، حتت. انا مش هسيبه طويل يعني. انا شفت كمان طريقه ان هو يتسوى في صينيه كده، انا ما جازفتش بصراحه. جربت الطريقه دي مع اني نفسي اجربها جدا. فانا سويته عادي في ميه، سلقت يعني، عملت ميه وسلقته في الميه.
هنبدأ كده نشوف بقى هنحشيه مع بعض ازاي. في ناس بتحشيه بالقمع، انا ما بعرفش احشيه بالقمع. ممكن اللي انا احشيه بالقمع اللي هو الضاني الصغير. يعني انا بحب احشيه رز جدا كمان. اخر مره كنت عاملاه على القناه هنا عملته سجق، بس انا بحبه محشي رز اكتر. آه، طبعا الناس اللي بتقرا فيديو تبتعد، يعني ملهاش دعوه بالفيديوهات دي خالص. هنا هو بصوا انا بحشي الممبار ازاي. يعني بدخل صباعيني دول كده، وببدا ان انا اخد الرز وادخله ايه في قلب الممبار نفسه. بيتحشي معايا بسرعه جدا غير القمع. انا القمع بالنسبه لي في الممبار الكبير ده بيبقى صعب، ما بعرفش ان انا ايه آه اعمله. بعرفش احشيه بصراحه بالقمع الممبار الكبير ده. لكن بايدي كده ما بياخدش معايا مثلا ربع ساعه نص ساعه على حسب الكميه اللي قصادك، ما بتاخدش معايا وقت خالص يعني. بس هي الطريقة سهلة يعني. وفي ناس ما بتعرفش تحشيه بالطريقة دي، بس في ناس كتير بتعرف تحشيه كده. في ناس بتحط الممبار في قلب الطبق كده وتعمل كأنها بتعبيه. يعني فاهمين قصدي ازاي؟ يعني كأنها بتعبي كده. لا، حتى المحشي البتنجان بيعملوا نفس الطريقة. انا ما بعرفش اعملها انا. الممبار ومحشي البتنجان بعمل كده. هنا انا بوريكم ان هو لو حد حابب يعمله اللي هو الممبار البوبوس. هو طبعا بعد ما بنحشيه كده، بس طبعا بيبقى سايبينه مفرغ شويه، ونعمله حلقات كده هو. وبأي خيط عندنا يكون تخين شويه نبدأ نربط الايه يعني نربط على قد اللفه اللي احنا عايزينها. وهنحطه يتسلق وهو بدوايره كده، نفس الدايره بتاعته. هنا انا هبدأ احط الميه بقى اللي انا ايه اولع عليها، لان زي ما قلت لكم مش هياخد معايا وقت، لان انا يعني عشان يعني عارفة الطريقة دي سهلة معايا. فانا عارفة انه مش هياخد وقت في يعني مسافة ما المية مثلا هتغلي هبدأ ان انا ايه اكون خلصت. هنا حطيت في المية ورق لورا، وحطيت فلفل اسمر حصى، وحطيت ايه كم حبهان كده. طبعا ان في ناس بتحب الشوربة دي. انا عندي جوز بيحب الشوربة دي، وحماتي الله يرحمها كانت بتحب شوربة الممبار دي جدا. وطبعا هي هتبقى شوربة حلوة. حطيت ملح، ما فيهاش حاجة. يعني هي حلوة، هي مش وحشة. ليه بقى؟ لان طبعا الممبار مغسول جدا كويس جدا. اللي هينزل الصوص اللي نازل زي ما انتم شايفين اللي في الجنب اللي نزل ده، هو ده اللي هينزل في الشوربة. فكده كده هي شوربه، مش حاجه مضره او كده. واللي عمل اللون دون طبعا الفلفل الاسمر ولا لورا البهارات. بوريكم كده لما انا حطيناه بقى في الميه السخنه. شايفين بيلم هو بيكش بقى. يعني نحطه في الميه السخنه دي هيبدا ان هو يكش يقفل. اهم حاجه لتسويه الممبار ما تغطيهوش. ما تغطيش الممبار وهو بتسويه، لازم يفضل متعري. لو غطيتيه بيفرقع. ودي عن تجربه معايا كذا مره كذا مره. وكذا حد يعني عرفت المعلومة دي من كذا حد برضو فعلا. لقيت ان كان سبب ان الممبار بيفرقع ان احنا نملاه قوي، ان انت تبقي ملياه قوي. وفي نفس الوقت لان هو بيكش زي ما انت شايفة لما بيكش بيفرقع. وطبعا هنا طبعا انا كنت قليت طبعا حبه كتير، ودول كانوا اخر حاجه. انا كنت نسيت اصور، ودول كانوا اخر حاجه عشان الزيت. طبعا حد يقول لي الزيت مش عارفه ايه. لا انا كنت قليت كميه كتير، فدون كان اخر حبه في الطاسه. حتى انا ما صورتش تقريبا وهي في الطبق. كنت طبعا تعبت جدا، كنت بعمل حاجات تانية. ولو عجبكم الفيديو بقى لايك.